اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تيروم. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفيه لبرج السرطان سان مون رايزنج تايمليس ريدنج. اتمنى طاقتكم توصل لي والقراءه تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءه بتسري على الرجال والنساء وبتنطبق قراءه عكسيا. خدوا من القراءه اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج السرطان ممكن يكون في حد كان بيحلم ان هو يكلمكم، يصادفكم، يقابلكم، وكأنكم كنتوا في ذهن الشخص ده بس في مخيلاتهم. بس فجأة الشخص ده حس بروحكم، حس ان هو لقاكم. وفي نفس الوقت هو لقى فيكم مميزات اكتر بكتير مما كان هو متوقع انه ممكن يلاقيها في شخص. في حاجة فيكم بتخلي الشخص ده بتحس كأني لما بيشوفكم كأني هو حابب الحياة، بيتطلع للحياة. زي ما يكون في حاجة في شخصيتكم، في حاجة في طاقتكم، في حاجة بيشعر بيها لما بيكون موجود معاكم أو حتى يعني بتكونوا قدامه. زي ما يكون انتوا بالنسبة للشخص ده بطريقة أو بأخرى hard to be tamed، يعني صعب السيطرة عليه. في حاجة فيها الشخص ده فيها مش عارف يسيطر عليكم. الشخص ده عايز يسيطر عليكم بس مش عارف. بس في سعادة غريبة قوي بتتملك من الشخص ده هو معاكم. بيحس كأني مهما صدفته يعني الحياة بتحديات أو بصعوبات أو ببلوكس بيقدر ان هو يتخطاها. وكأن انتوا الماجيك ووند للشخص ده او العصا السحرية اللي لقاها. يمكن في منكم اللي يعني سبورت للشخص ده او داعمين للشخص ده، او يمكن بكلامكم بتساعدوا الشخص ده ان هو يستمر في ان هو يتقدم وياخد خطوات. في حاجة اما بتخص بخور او في حاجة بتخص التدخين او السموكينج بالنسبة للشخص ده. في حاجة ممكن تكون بتخص المشرومز. الشخص ده في حاجة ممكن تكون يعني في شكله، في حاجة بتميز شكله يعني مش مألوف. يعني زي ما يكون شكل الشخص ده مش مألوف، او في حاجة ممكن يكون يعني هو بيعملها او بتميز شكله ما بتكونش موجودين او مش بتكون كومن في الآخرين. في طاقة غريبة قوي انتوا بتمدوا بيها الشخص ده، وكأني اللي هو يعني طاقة اندفاع. زي ما يكون you push this person forward، او انتوا اللي هو زي طاقة تحفيز بتحفزوا الشخص ده. بتحفزوه سواء كان بوجودكم يعني just your presence، او عن طريق كلام او امور انتوا بتجعلوا الشخص ده اللي هو انت you are capable يعني to reach your dreams، او انت قادر ان انت توصل وتحقق احلامك. بس في حاجة فيها قوة اندفاع انتوا بتمدوا بيها الشخص ده غريبة جدا. انتوا حليتوا يعني حياة الشخص ده بطريقة هو ما كانش متوقع ان هو يشعر بالبهجة او بالسعادة دي. وزي ما يكون لما الشخص ده في اللحظة اللي صادفكم فيها هي اللحظة اللي حياته اتغيرت 180 درجة للأفضل. الشخص ده زي ما يكون بيتميز يعني زي ما يكون يمكن بملامح شديدة شوية، بس هو يعني بطريقة بأخرى بيحاول يخفي قد ايه هو بيكون مبسوط هو معاكم. يعني زي ما يكون بيحاول يعني يتحكم في ردود فعله، لكن هو من جواه بيكون طاير من الفرح،
طاير من الفرح من ان هو بيكلمكم، بيصادفكم، بيتعامل معاكم، حتى ولو كان مجرد تفكير فيكم. انتوا رجعتوا للشخص ده ثقته في نفسه من تاني، وكأنكم انتوا يعني اثبتوا للشخص ده ان انت مقبول بالصورة اللي انت عليها. فإن كان الشخص ده في حاجة معينة تخص شكله كانت بتخليه يحس كأن he has low self esteem أو ثقته في نفسه مهزوزة، انتوا رجعتوا للشخص ده ثقته في ذاته، وكأنكم وجهتوا له رسالة اللي هو وانت ماشي قول يا أرض تهدي ما عليكي قدي. وعلشان شخص يكسب شخص مقابل بثقة بالنفس ويعلي من his self esteem، فأكيد انتوا بتتمتعوا يعني بكواليتيز أو بصفات نقدر وجودها حاليا. في امور بيبقى زي ما يكون الوقت خلاص يعني بقى ضيق بالنسبة يمكن للشخص ده او في طريقة كلامه معاكم، سواء كان تحديات، سواء كان ريسورسز هو بيملكها، سواء كان وقت فات، اللي هو لا انت تقدر. ففي يعني في حاجة غريبة قوي بقوة انتوا بتمدوا بيها الشخص ده اللي هو انت تقدر، انت تقدر. كل حاجة تحت السيطرة، انت ما زلت تقدر، بس بدل يمكن ما تبقى خطوات why not make them leaps او نجعلها قفزات، بس هتقدر توصل، هتقدر تحقق. فيمكن في منكم كنتوا سند للشخص دوم، في منكم اللي بتحفزوا الشخص دوم، اللي بتجعله للشخص ده ان هو اللي هو you can be better او انت تقدر تكون افضل. لا، بتجعله توازن غريب في الشخص دوم. الشخص ده خايف يجي يوم وتتغيروا عليه لان هو اتعلق بيكم، او خايف يكون ليكم يعني وجه اخر ممكن يكون هو لا يعرف عنه شيء، بس خايف في المكان اللي هو يعني تم احياؤه فيه يتم دفنه فيه. وهنا يجي بقى المخاوف اللي بتظهر او بتبتدي تطلع على السطح لما شخص بيبتدي يتعلق او حابب وجودكم او ما يقدرش يشوف حياته من غيركم regardless of gender. معرفش ليه بس كلامكم يعني بالنسبة للشخص دوا holds high regard، يعني ذو مكانة عالية، يعني يمكن بكلمة منكم تقدروا ترفعوا الشخص ده لسابع سما والعكس صحيح. بس يعني في حاجة، في سلطة في ايديكم، في حاجة في ايديكم. ساعات الشخص ده بيحاول يعني sometimes to reverse roles او زي ما يكون اللي هو يعني في حاجة بيحاول يقلدها فيكم وبيحاول يتعامل بيكم بالتقليد دوا، بس زي ما يكون اللي هو انتوا بتفضلوا ثابتين. ففي حاجة فيها الشخص ده عايز يسيطر عليكم بطريقة معينة، بس مش عارف. في حاجة فيها فعلا الشخص ده عايز يعني يعكس الأدوار، عايز يتعامل معاكم، يعني عايز قوة شخصيتكم، بس الشخص ده مش واخد باله ان هو يعني هيخليكم تظهروا وجه مش هيعرف يتعامل معاه، وده اللي هيحصل. انتوا عاملين زي الدراجون اللي هو سليبنج، اللي هو يعني حتى لو كان الشخص ده شايف فيكم قوة بس مش دي الفول بوتنشال بتاعتكم، يعني hold more depths او بتمتلكوا اكثر مما تظهروا. صحيح في حاجة ممكن يكون فيها الشخص ده بيقدم عليها، وممكن يكون ما أقدمش عليها بذاته، ممكن يكون بطريقة أو بأخرى تحريض من حد مقرب ليه أو كلام اتقال له أو إشاعة أو whatever. بس زي ما يكون يعني هيجي وقت والشخص ده هيعتذر ليكم، وهيكون برضو القرار في إيديكم. وإن كان يعني بصورة أو بأخرى في وقت مثل كأن السلطة في إيده، فهو هيرجع لصورته الأولى قبل ما يعرفكم، وهيكون محتاج لوجودكم عشان تردوا ليه من تاني ثقته بنفسه.
في حاجة فيها كلام مش متقال، كلام ممكن يكون محسوس، ممكن تكون قارينه في أفعال، لكن مش متقال. ففي حاجة فيها indirect، يعني messages، indirect communication، indirect behavior، indirect influence، غير مباشر. الشخص ده حاسس يعني ما ينفعش ان to let you go، او ما ينفعش يترككم تذهبوا، لان الشخص ده عارف الطاقة والاندفاع اللي انتوا مديتوه بيه، والثقة بالنفس اللي انتوا خليتوه يكتسبها من تاني. بس انتوا بطريقة او باخرى كأن انتوا بتتعاملوا مع الشخص ده، بس بتقولوا له يعني ما تخلينيش do not force me to show you my clothes، او ما تخلينيش اظهر لك مخالبي، بس I have clothes I can defend myself. يمكن في منكم في حاجة فيها انتوا فعلا بتتميزوا بقوة، او في حاجة ممكن تكون بتمدكم بقوة، سواء كانت داخلية او سواء كان حاجة انتوا بتتمتعوا بيها، سواء كان باور، سلطة، خلافه. بس الشخص ده زي ما يكون will wake the beast inside of you، يعني هيقدم او اقدم على تصرف هيحيي وحش بداخلكم. وزي ما يكون يعني يمكن الشخص ده، يمكن في حد يحرض الشخص ده، او الشخص ده يقول لكم كلام معين، او يكون عايز يعني يتحكم فيكم. انا من بداية القراءة قلت لكم الشخص ده عايز يسيطر عليكم، بس يعني صعب للغاية عليه، صعب للغاية عليه، وهو عارف ده، بس هو برضو مازال يعني في عنده إصرار بداخله. وللبعض منكم يمكن الإصرار ده مش نابع من ذاته. فزي ما يكون الشخص ده بطريقة أو بأخرى هيقدم على تصرف كأنه بيعض الإيد اللي اتمدت له، بس انتم مش هتسمحوا له ان هو يعض ايديكم، انتم هتوقفوه عند حده، وهيصدر منكم برد فعل الشخص ده ما كانش متوقعه، ما كانش مدرك مدى الثبات اللي ممكن يكون بداخلكم. بس في حاجة يمكن فيها تحريض، تحريض، سواء كان تحريض داخلي او تحريض من ناس حواليه. لان في ناس كده لما يعني بتجعلوها في مكان او بتعاملوها بطريقة معينة، فبدل ما يبقى مدركين ان انتم اللي يعني اوجدتهم او وضعتوهم في المكانة العالية دي، فاول ما بيبتدوا يشوفوا نفسهم بيشوفوا نفسهم عليكم. بس انتوا يعني عندكم القوة، اللي هو زي ما انا وضعتك في المكان ده اقدر ارجعك لنفس المكان اللي قابلتك فيه اول ما عرفتك. سهلة بالنسبة لكم، سهلة. ففي حاجة فيها تصرف الشخص ده هيقدم عليه، بس هيلاقيكم ثابتين او راسخين او مش بتتهزوا. وده الوقت اللي هيحصل فيه ايجو ديس للشخص ده، اللي هو انت يوم ما تشوف نفسك ما تشوفش نفسك على اللي وضعك في تلك المكانة. ممكن يكون في حاجة تخص يعني ممكن بروموشن، ممكن يكون يعني زي ترقية او سلطة معينة، بس في حاجة انت وضعته فيها، يعني وضعته الشخص ده فيها، بس اول ما حب الايجو الخاص بيه ان هو يظهر اظهره ليكم اولا، بس انتم مش هتتهزوا، وهتنهوا ذلك الايجو لحظي وقتي. ويمكن في امر هتسيبوه يمر عليه الليل، والشخص ده يفتكر ان هو انتصر عليكم او قدر يحظى على السيطرة، لكن في يعني when the dawn breaks، او اول ما يكون في بداية للسان رايز او اشراق للشمس، مجرد يمكن hours هيلاقي ان he got an ego death، يعني هو ما انتصرش، بالعكس انتم يمكن اديتوله يعني السنس اوف فيكتوري في لحظتها، لكن الاساس الانتصار في ايديكم انتم، بس he will figure it out later، هيكتشف الامر بعدين. شايفين انتوا هنا you crown this person، يعني انتوا بتضعوا التاج على ذلك الشخص، ففي حاجة انتوا فيها responsible على اللي الشخص ده وصل له، او المكانة اللي وصل لها، او الشعور اللي ابتدى يتملك منه او يشعر بيه. ففي حاجة انتوا فيها ليكم يعني بعد ربنا اولا واخيرا الفضل على الشخص ده. بس في ناس كتير كده لما يكراونزم او بتتوجوهم بيفتكروا ان التاج دوا خاص بيهم، او ان هم يقدروا يحتفظوا بيه او ما ينسبش ليكم.
أو يمحي التاريخ بطريقة أو بأخرى، بس التاريخ صعب حد يمحيه، التاريخ بيتحدث عن نفسه. ففي حاجة فيها الشخص دوا يعني زي ما يكون، زي ما بنقول كده، بيلعب بديله، في حاجة فيها هو عايز فيها يلعب بديله in the shadows، سواء كان بقى الشادو of his mind، بقى الشادو of his thoughts، whatever الشادو he thinks he can overcome you أو يقدر ان هو to control you. مش هيكون يعني he will not يعني be able to achieve what he desires، لأن زي ما انتم بتضعوا تاج على رأس شخص أو بتضعوه في مكانة معينة أو بتخلوه في بوزيشن معين، تقدروا كمان ترجعوه لنفس المكانة اللي كان فيها. الشخص ده عارف ان انتم بتحبوه لان افعالكم اثبتت ذلك، بس الشخص ده لازم الحب ده يكون reciprocated، ما يبقاش بس اخد وعطا. بس ساعات الشخص بيكون تحت ضعف افكار او ضعف نوايا او ضعف زي ما يكون شيطاني، اللي هو بيفتكر ان الامر ده امر مستحق ومش من المفترض ان يكون متبادل عادي. ايه المشكلة لما ياخد وما اديش؟ شوفوا، انتوا سحبتوا الشخص ده لمكانة ما كانش يحلم بيها بطريقة او باخرى، سواء كان position، سواء كان financial، سواء كان يعني love relationship، بس في حاجة انتوا فيها عليتوا مكانة الشخص ده. لما يكون يعني شخص ذو مكانة او رفعة او يعني قوة او whatever بقى، بس طالما في حاجة of high regard، لما يكون شخص جنبكم او معاكم او انتم يعني you make him side by side with you، بيبقى الشخص ده ليه كمان high regard. فطالما هو موجود معاكم وفي حياتكم you grant this person يعني the same regard as yours. فوانس ان انتوا reject البيرسون ده او رفضتوه او قلتوا له اطلع بره، خلاص الكراون ده will be withdrawn، او انتوا بتسحبوا التاج اللي انتوا وضعتوه على شخصه. فانتوا في حاجة فيكم، لو الشخص ده طول ما هو معاكم، طول ما هو حاصل على تلك المكانة العالية، بس التاج ده بيكون مرئي الناس كتير. ساعات التاج ده بيكون بزواج، يعني ممكن يكون في يعني زواج حصل، في شخص ممكن يكون كان فاكر بالزواج يقدر يسيطر، ممكن يكون لما انتوا بتعترفوا بالحب لشخص وبيشوف افعالكم يفتكر ان هو يقدر يسيطر ويتحكم فيكم. ففي حاجة ساعات الشخص يعني take it for granted، عقله بيبتدي يشتغل. فساعات لما العقل بيشتغل بطريقة سلبية ممكن يقدم على تصرفات تخليه بعد كده يدفع الثمن غالي، وده اللي حصل. التاور مومنت، الانكسبكتد حصل، اللي فيها انتم عندكم استعداد يعني زي ما بتبنوا القصر تهدوه عادي، مفيش مشكلة، هتعودوا وتبنوه من تاني بس بكيفكم، لكن يتلوي دراعكم لا. ففي تاور مومنت، في حاجة unexpected حصلت، بس انتوا عادي مفيش مشكلة، بترمي ورا ظهركم، بس بتتعلموا، عندكم persistence و determination، ان يمكن كل حاجة بتمر بيها هي دروس تتعلموا منها. بس دي حاجة يعني زي ما يكون exit او زي مخرج، وساعات بتكون unexpected لان ساعات بتكون divine intervention او لحكمة معينة يمكن انتوا مش فاهمينها دلوقتي، بس بكرة بعد كده ممكن تكونوا يعني تتراءى ليكم او توضح ليكم. وهنا الوقت اللي الشخص ده يعرف ان هو اتصرف تصرف غير حكيم، ويبتدي يرجع تاني لصوبه وصوابه، ويشوف الامور من زاويتها الحقيقية، ويعرف ان افعاله علقته هو السبب فيها، فيبتدي يرجع تاني لصوابه. ففي شخص هيرجع لصوابه، بس انتوا مش هتكونوا بنفس السهولة اللي كنتوا فيها مع الشخص ده من الاول. هتكونوا يمكن حريصين، حذرين، منتبهين،
والأمور اللي كنتم بتعدوها مش هتعدوها، بس مش هتكونوا بنفس السهولة مع الشخص دوا، مش هتعدوله، هتنتبهوله على أصغر التفاصيل. بس في حاجة الشخص ده هيسيبها في نفسكم، في حاجة الشخص ده هيسيبها في نفسكم، مش هتقدروا بعد كده ان انتوا تدوله الثقة والأمان. بس في حاجة الشخص ده هيقدم عليها هتدفعه التمن غالي، وهيعرف ان ما أقدم عليه او يعني قيل له ان هو يقدم عليه وسمع الكلام، هيدفعه التمن غالي. لان انتم مع الشخص ده عمركم ما هتصبحوا معاه. ما هو اللي اتكسر ما بيتصلحش، وفي امور لما بتتكسر بتحتاج عمر عشان تتصلح. بس عمركم يعني بالوضع ده عمركم ما هتكونوا تاني بنفس السهولة اللي كنتم فيها مع الشخص ده. انتوا حرصتوا ما خونتوش، بس هو خان، فابتديتوا تحرصوا. فلما شخص يحرص من شخص، ازاي علاقة تتبني على عدم ثقة او خوف او ان يبقى، ما انتوا قدمتوا ادوا صوابعكم العشرة شمعة. فلما تقيدوا صوابعكم العشرة شمعة وتلقي الصوابع تتعض من الايد اللي انتوا نورتوا بيها للشخص دوا، ازاي تثقوا فيه؟ انا عايزة عقل. ازاي تثقوا فيه؟ بس حقكم هيترد، حقكم هيترد. بس كأن هي يمكن في حد نصحكم بالأمر ده بلاش، أو انتبهوا، أو خلي بالكم، أو كان في علامات أو إشارات وانتم تجاهلتوها من أجل رغبتكم في التواجد مع الشخص ده. ففي حاجة هتحسوا ان انتوا فيها يعني لا تسمعوا لإحساسكم بعد كده. لما تتقال ليكم حاجة توزنوها كويس قوي بعقلكم قبل ما تتسرعوا. بس الأمر ده هيغيركم، بس حقكم هيجاب جاستس. في الشادو كارد في جاستس. في شخص حاول يسيطر عليكم بس مستحيل. You will leave with dignity. انتوا اديتوا لحد بداية جديدة، فرصة جديدة، اديتوا له طريق حلو يمشي فيه، بس هو قدم عكس كل ذلك ليكم. فازاي تثقوا فيه؟ في حاجة انتوا ما كنتوش تتوقعوها من الشخص ده، تصرف، فعل، قول، غيرت الطريقة اللي انتوا شايفين بيها الشخص ده والطريقة اللي بتشعروا بيها تجاههم. في لحظة معينة كانت يعني turning point. بس هتاخدوا حقكم. الأبراج اللي موجودة معانا حوت، عقرب، سرطان، برج السرطان تاني، دلو، جوزاء، ميزان، أسد، قوس، حمل، برج العذراء، برج الميزان. واشوفكم في قراءة جديدة. باي باي.